اتعلمي تبقي أم سعيدة مبسوطة عشان عيالك يبقوا مبسوطين وانتي ودماغك. أنا قريت كتاب اسمه نعمة الأم السعيدة لريبيكا إيانس. بصراحة بعد ما قريت الكتاب ده حاسة إن تفكيري بقى في حتة تانية، وحاسة إن الأمومة بقى ليها شكل تاني، لأن انتي بتتعلمي مش بس تبقي سعيدة بس، لأ، إن سعادتك دي بتنعكس على ولادك. أكبر غلطة بتعملها الأمهات وممنوع إنها تعملها إنها بتفكر إن لو ولادهم مش سعداء يبقوا هم السبب الرئيسي في تعاستهم، وده مش صح خالص، ومش صح إنك تفكري كده. الغريب بقى في الموضوع إن أصلاً التفكير ده بيجي من دماغ الأمهات، يعني النقد ده مش بيجي من الناس اللي حوالينا، لأ، الأمهات طول الوقت حاسة بعقدة الضحية، إن هي طول الوقت مسؤولة عن سعادة ولادها، وإن هم لو مش سعداء تبقى هي السبب، وطول الوقت التفكير الدرامي ده حواليهم. عشان كده تلاقي الأم لو بتاكل أكلة تقولك إيه ده؟ إزاي أكل حاجة حلوة وولادي ما كلوش منها؟ فعندها على طول عقدة تأنيب الضمير. ريبيكا كمان بتقول في الكتاب إن الأمهات طول الوقت بتبقى قاسية قوي على نفسها، وعندها مقاييس الأمومة إن هي تعمل كل حاجة صح. بس الحقيقة هنا إنه مش لازم الأمهات تعمل كل حاجة صح، ولازم تبقي حنينة على نفسك وما تقسيش عليها، عشان ولادك كمان يتعلموا يبقوا حنينين على نفسهم، حتى لما يغلطوا يبقوا حنينين على نفسهم، ما يبقوش طول الوقت واقعين في الدراما بتاعت إحنا كمان لازم نعمل كل حاجة صح. يعني بدل ما تقولي كده قولي لنفسك أنا هحاول طول الوقت إن أنا أعمل كل حاجة، بس لو غلطت أكيد دي مش آخر الدنيا. ريبيكا كمان بتقولك إن السوشيال ميديا مخلياكي دايماً بتفكري غلط. ريبيكا بتقولك حاولي إنك تقللي شوية من السوشيال ميديا، وتعرفي إنه مش دايماً السعادة في كل اللي بتشوفيه، لأ، الناس دي مش على طول فرحانة، هما دي دعاية وسوشيال ميديا، فلازم تفكري كده. مش كل دوشة يعني إزعاج، ومش كل هدوء يعني راحة نفسية. تيتا زمان كانت بتقولي إنه البيت اللي فيه مواعين كتير ده معناه إنه البيت ده دافي وفيه ناس كتير ولمة حلوة. أحياناً الحاجات والدوشة اللي إحنا بنتضايق منهم بتبقى حاجة لطيفة قوي. ريبيكا كمان بتقولك إن بطلي تنضفي طول الوقت ويبقى عندك عقدة إن فيه لعب في الأرض وإن الحاجة كلها منطورة، لأن اللعب اللي في الأرض دي معناها إن ابنك مبسوط وفرحان. فحاولي بدل ما تمسكي المكنسة تلعبي مع ابنك شوية، نسيب المكنسة. كمان حاجة محتاجة تعرفيها إنك مش بكتر المهام بتكوني أم مثالية، يعني مش لو عملت لهم فراخ وبطاطس ورول هو ده الأم المثالية. ممكن تبقي أم مثالية وعملت لهم بس بيتزا في البيت وقعدتي سمعتي ابنك واتكلمتوا سوا وانتي مرتاحة من غير ما تزعقي وتدي أوردر وأوامر، فده في حد ذاته نجاح. ومحتاجة طول الوقت إنك تكتبي الحاجات الحلوة اللي انتي عملتيها مع ابنك في اليوم، وكمان ضميرك ما يأنبكيش لو دخلتي قعدتي عملتي سبا لنفسك في اليوم وقعدتي اتفرجتي على التلفزيون وعملتي حاجة حلوة كلتيها لوحدك. الطبيعي هنا إنك تدلعي نفسك وتاخدي طول الوقت باور إن انتي تبقي كويسة وراحتك النفسية، عشان يعرف ده ينعكس على ولادك. طول ما انتي أم هادية ولطيفة ولادك كمان هيبقوا لطاف وهياخدوا من التأثير ده منك. وبلاش تقعدي طول الوقت تخططي لولادك، وبلاش تحطي ولادك في قالب معين. ولادك دول ليهم مستقبلهم وليهم الحاجات اللي هم نفسهم يفرحوا بيها. ما تقرريش لولادك حاجة. لو عايزة ولادك يطلعوا مش مسؤولين وما بيعرفوش ياخدوا قرارات، قرري بدلهم. ولادك مش نسخة منك ولا نسخة من أبوهم ولا نسخة من عيلتهم. ولادك دول ليهم أفكارهم وطموحاتهم اللي محتاجين يحققوها، فسيبيهم ياخدوا مسارهم في الحياة. حاولي بس تساعديهم يتعلموا إزاي يشتغلوا على نفسهم، مش إزاي أنتي تشتغلي لهم على نفسهم. دي حاجة ودي حاجة. وممنوع تكوني سمعتي الفيديو ده وما عملتليش لايك واشتراك. حاجة كمان انتي محتاجة تعرفيها، ان انتي مش لازم تكوني نسخة من أم تانية ناجحة مع أولادها، لأ، خليكي دايما تفكري ازاي انتي تبقي ناجحة مع أولادك. مش مهم مين عملت ايه ولا أولادها وصلوا لإيه ولا لو عملوا ايه هتبقي انتي ازاي. خليكي زي نفسك، وعلاقتك بولادك تقويها طول الوقت زي ما انتي عايزة، مش زي ما بتشوفي حواليكي ومش زي الناس اللي حواليكي. بصراحة الكتاب ده أكتر حاجة بيعملها حلوة إنه بيطبطب عليكي وبيعرفك إزاي تبقي مش قاسية على نفسك،
وبيعرفك إنك لو بقيتي سعيدة هتعرفي تسعدي ولادك. لكن مش السعادة هنا إنك تطبخي وتمسحي وتكنسي وتقعدي تزعقي طول البيت، هو أنا كل شوية أروق، هو أنا كل شوية أنظف وراكوا. مش هو ده اللي انت بتقدميه لولادك. ولازم تسمعيهم ولازم تدعميهم، وإنك توجهيهم صح، تعرفيهم إزاي يشتغلوا على نفسهم وإزاي يبقوا ناس ناجحة وإزاي هم يعرفوا يتعاملوا مع الناس اللي حواليهم. إحنا ما بنشوفش في المدارس، ما بيعلموناش إزاي نتعامل مع الناس اللي حوالينا، فبنيجي نكبر ونشوف العالم حوالينا على إنه حاجة قاسية جدا، لأننا ما عرفناش من البداية إزاي نتعامل مع الحاجات اللي حوالينا. محدش علمنا إزاي نشتغل على نفسنا، فنفضل نتخبط لحد ما نتعلم حاجات كتير. فمش لازم نكبر عشان نتعلم، لا، ممكن أمهاتنا تنقل لنا تجاربها وتتكلم معانا وتعرفنا الحياة فيها إيه وما فيهاش إيه، فلما نيجي نشوف حاجة ما تبقاش قاسية علينا. القاسي فعلاً في التربية وفي الأمومة إن الأم ما تنقلش تجاربها وما تسمعش ولادها وما تفهمش هم حاسين إيه باللحظة دي. لازم الأم تكون رحيمة على ولادها وعلى نفسها، فلازم تعرفي تقعدي مع نفسك عشان تعرفي تقعدي مع ولادك. بصراحة الكتاب ده تحفة، والحقيقي بقى إن إحنا لازم كأمهات طول الوقت نشتغل على نفسنا. مش مهم نغلط ومش مهم نقع في حفر كتير، المهم إننا نتعلم ونعلم ولادنا ونطلع منهم نسخ حلوة وبس كده. باي باي.